اهلا بحضراتكم في الفيديو الاول في كورس The 90 Days in the Life of Medical Rep. وهنبدا رحلتنا في 90 يوم في حياه المندوب. قبل ما نبدا الكورس انا عايز اكد على حضراتكم ان الكورس ده اكتر حاجه بتميزه عن باقي الكورسات اللي بتتعرض في المنصات او في اليوتيوب، ان هو يجمع بين حاجتين مهمين. اول حاجه السهوله، وهنحاول نبعده عن كل المصطلحات الصعبه المعقده اللي هي تصعب الكورس على زمايلنا الفريش اللي هم عايزين يبداوا مجال الميديكال ريب. ورقم اتنين، بنحاول ان الكورس ده يبقى واقعي ويبقى عملي ويشرح لحضرتك اكتر المواقف واكتر المشاكل اللي هتقابلك في المجال اول ما تبدا تدخله، عشان تقدر تتغلب على المشاكل ديت وتقدر تتميز في وسط كل زمايلك، وكل اي شركه حضرتك هتلتحق بيها هتشوفك مميز، وهتشوفك اللي انت مش ميديكال ريب عادي، لا ده انت بروفيشنال من اول ما دخلت. ده اللي احنا بنشتغلوا عليه في الكورس، ويا رب ان شاء الله ربنا يوفقنا وتوصل الرساله اللي احنا بنشتغل عليها. هنبدا مع حضراتكم اول حاجه، ايه هي الاسئله الشائعه في اسئله في الانترفيو. قبل ما ابدا مع حضراتكم الاسئله ايه هي الاسئله وايه اجابتها الانسب، هبدا اقول لحضراتكم ان في 3 حاجات لازم حضراتكم تراعوها وانتوا حضراتكم رايحين الانترفيو. اول حاجه الوقت، لازم حضرتك تبقى واصل قبل الميعاد بربع ساعة، وتبقى متأكد ان حضرتك واصل قبل الميعاد، لان ده بيدي انطباع للي هيعمل مع حضرتك الانترفيو انك راجل بتحترم الوقت، راجل ملتزم. لو بعد كده اختار حضرتك واعتمد عليك في ايفنتات مهمة او زيارات مهمة ليها مواعيد محددة، حضرتك هتبقى موجود قبل الميعاد. رقم 2، لازم تليفون حضرتك يبقى سايلنت. ما ينفعش حضرتك يبقى بتعمل الانترفيو وتليفون حضرتك يرن او ترد عليه، ده بيدي انطباع ان حضرتك مش مهتم بالانترفيو ولا محترم اللي بيعمل مع حضرتك الانترفيو. رقم 3، لازم حضرتك يبقى لبس حضرتك فورمه، يعني لازم بالنسبه للشباب يكون لابس بدله كامله، قميص، بنطلون، كرافات. اما بالنسبه للبنات المفروض يبقى برضه لبس فورمال مناسب للشغل. طيب كده احنا اتكلمنا على اهم 3 حاجات لازم حضرتك تاخد بالك منهم. وباكد لحضرتك لو ال3 حاجات دول ما خدتش بالك منهم، في بعض المديرين او بعض الناس اللي هيعملوا مع حضرتك انترفيو بياخدوا بالهم من الحاجات دي ما اتعملتش او ما خدتش بالك منها، فبياخدوا القرار ان حضرتك مش معانا من قبل ما حتى حضرتك تقعد معاه. فلازم ناخدوا بالنا من ال3 حاجات. طيب نبدا بقى معاكم الاسئله وايه الاجابه لكل سؤال. يلا بينا. اول سؤال، طبيعي اللي هو اول حاجه عايز يبدا يسالك، في بعض الشركات بتعرف نفسها وبتعرف الشركه وبعد كده بقول لك عرف نفسك، وفي بعض الناس على طول اول ما تبدا معاه تعمل ايس بريك، طبعا تسالك على الطريق وصلت بسهوله، هو بيعمل كده ايس بريك في بدايه الانترفيو، وبعد كده بيبدا يقول لك طيب عرفني بنفسك. بالنسبه لحضرتك وهو بيقول لك عرفني بنفسك، لازم يبقى في حاجات معينه لازم حضرتك تتكلم فيها. اول حاجه حضرتك بتعرف اسمك ثلاثي، بعد كده حضرتك بتعرف سنك، بعد كده حضرتك بتقول له مكان سكنك لانه هيفرق طبعا في الاريا اللي حضرتك هتبقى مسؤول عنها، بعد كده حضرتك بتقول له انت متخرج من كليه ايه. دي حاجات مهمه قوي ممكن حضرتك ما تاخدش بالك منها، هاكد لحضرتك عليها لان دي هتفرق جدا مع اللي بيعمل لحضرتك الانترفيو. اول حاجه، لو انت حضرتك ليك اي اكتيفيتي في الكليه، يعني حضرتك مثلا كنت في فريق الكشاف، حضرتك كنت مسؤول عن تنظيم رحلات، اي حاجه من الحاجات ديت بتفرق جدا مع اللي بيعمل مع حضرتك الانترفيو، لان هو شايفك راجل مسؤول، راجل ممكن يعتمد عليه، فبالتالي راجل طبعا اجتماعي، فده هيفرق جدا في الشغل. رقم 2، لو حضرتك اشتغلت سواء اثناء الكليه او حضرتك اشتغلت بعد الكليه في شغل بعيد خالص عن كارير الادويه، لازم حضرتك تقول، يعني انا مثلا اشتغلت مش عارف في سنترال، حاجه بعيده خالص، لا على فكره دي حاجه كويسه ودي اضافه ليك، انت حضرتك كده كسرت رهبه الشغل في الاول، حضرتك قدرت تدخل سوق العمل من بدري، فبالتالي لما تيجي تشتغل مش هتبقى خايف وقلقان
وعندك رهبه انك تتعامل مع الناس، فدي تبقى حاجه كويسه وتزود فرصه نجاحك، فضروري ان حضرتك تقول. طيب تمام. حضرتك اتكلمت على اسمك، واتكلمت على عنوانك، واتكلمت على سنك، واتكلمت على الكلية، واتكلمت على لو في أنشطة، لو في بعد كده بقى حضرتك دراسات عليا، دبلومة، ماجستير، أي حاجة من الحاجات دي برضو بتقولها، لأن ده بيدل على اجتهادك وإصرارك وتصميمك إن أنت حد تقدر تبني نفسك وتقدر تستثمر في نفسك. طيب خلصت اللي انا عرفت بنفسي، هيبدا يسالك تعرف ايه عن شركتك. فكره تعرف ايه عن شركتنا ده مهم قوي، ان حضرتك تدخل السايت بتاعهم. اي حد لو سمحت اتصل بحضرتك وقال لك تعالى في انترفيو الساعه كذا في مكان كذا، لو سمحت حضرتك على طول تدخل على السايت وتعرف اهم الداتا عن الشركه دي. يعني بقالها قد ايه في الماركت، البرودكت اللي هو بتاعتها ايه، عندها كام لاين مثلا، لو ليها مثلا برودكت ماركت ليدر تعرف ايه البرودكت ده، البرودكت ديت لو عرفت كمان مثلا اسعارها وهي بتبقى الايه والتخصصات اللي بيشتغلوا عليها اكتر ايه. كل المعلومات ديت مهمه قوي ان حضرتك وانت رايح تبقى عارفها. دي بتفرق مع اللي بيعمل مع حضرتك الانترفيو، لان حضرتك لما تقول له مش عارف يبقى هو بياخد على حضرتك انطباع. انت مجرد بتاخد السي في بتاعك عمال توزعه على الواتساب وتوزعه على الايميلات، وما انتش عارف مين الشركه اللي انت رايحها، لا اسمها ايه ولا ايه البرودكت بتاعتها ولا اي حاجه. ودي طبعا فيدباك مش حلو خالص لما حد ياخده عنك بالطريقه. طيب جميل. يجي بعد كده ثالث سؤال، ليه اخترت المجال؟ خلي بالك ليه اخترت المجال ده في اجابات نموذجيه كده كلنا حافظينها بنقولوها، بس انا هقول لك حاجه لو حضرتك قلتها وانا كمدير لو سمعتها منك، انا بطمن ان الشخص ده هيقدر يشتغل وهيكمل في الشغلانه ومش هيستقيل بعد شهر او شهرين. ايه بقى اللي انا نقولوه، او ايه الجمله دي، او ايه الحاجه اللي هنقولوها ونتفقوا عليها؟ اولا الرد الطبيعي اللي حضرتك طبعا عارفه وعلى طول بنقولوه، اللي انا شخص اجتماعي، انا حابب الشغلانه لان انا من طبيعتي اللي انا صبور، بيبقى عندي اصرار على النجاح، انا طبيعتي اللي انا ما بحبش الشغل الروتيني، فده الشغل الانسب ليا. كل ده جميل ودي كلها ردود كويسه، لكن الحاجه اللي انت حضرتك تقولها وتخلي مديرك اللي بيعمل معاك انترفيو واثق ان انت هتبقى الانسب للوظيفه دي، لما حضرتك تقول له على فكره يا دكتور انا كمان نزلت مع زميلي في الماركت وقعدت معاه يوم كامل عشان اعرف طبيعه الكارير ده، وقعدت معاه من اول الاي ام ولقيته بيزور مستشفى كذا، ولقيته طلع يا دكتور وزار مثلا قسم البطنه، ولقيته يا دكتور بيتكلم مع الدكاتره في جروب ميتنج، ولقيته يا دكتور قبل ما يطلع لقيته بيروح الصيدليه وبيعرف البرودكت بتاعته الستوك ايه وطلع ايه وفاضل ايه وعايزين اوردر ايه. وقلت له ايه؟ قال لي ديت بقى اسمها فارماسي فيدباك، لازم اخد الفيدباك من الصيدليه قبل ما اطلع عشان اعرف ايه الحاجه اللي طلعت وايه الحاجه اللي ممكن اخد منها اوردر وايه الحاجه اللي ما اتحركش اضغط فيها. وبعد كده يا دكتور بعد ما خلصت الاي ام لقيته بيقول لي دلوقتي هيبقى في فتره كده بين الاي ام والبي ام، دي فتره بقى ما فيهاش حاجه، احنا هنقعدوا بقى في القهوه مع زمايلنا، هنتغدوا ونشربوا شاي ونهزروا شويه ونعملوا كده ريفرش كده شويه عن الشغل ونفصلوا شويه عن الشغل، وبعد كده ارجع تاني للبي ام. ورجعنا بعد كده يا دكتور الساعه 2 وعملت 8 زيارات وشفت ازاي بيقعد ويتنج في العياده، وشفته برضه بيعمل برضه فارماسي فيدباك وبياخد الفارماسي فيدباك للدكتور تحت ويشوفوا ايه اللي طلعه، وشفته بيهندل الممرضه ازاي عشان تقدر تدخله. وبعد كده دكتور في اخر اليوم لقيته في حاجه اسمها سي ار ام وبدخل الزيارات عليها. وبعد كده لقيته بيكلمني على التارجت وقال لي انا حققت كده لغايه دلوقتي كام وفاضل كام. انت كده ما بقتش حد فريش، انت حد كده بقيت فاهم اليوم بتفاصيله من زميلك، وبقيت عارف اليوم بتاع الميديكال ريب بيمشي ازاي، وشايف ان اليوم ظريف واليوم كويس واقدر اكمل في الكارير ده. وده اللي حضرتك لازم تنقله ليه.
وده اللي بيزود ثقه المدير ان الشخص ده رغم ان هو لسه فريش وما دخلش المجال بس هيقدر ينجح فيه، لان هو قضى يوم كامل مع زميله. دي نصيحتي ليكم، ونصيحتي ليكم ان الكلام ده ما يبقاش كلام وخلاص في الانترفيو، لا، نصيحتي لاي حد عايز يدخل المجال ده، لو سمحت انزل مع زميلك، او لو سمحت انزلي مع زميلتك يوم كامل من اي ام ل بي ام. حضرتك فاضي وعاوز تشتغل، يبقى لازم تقضي يوم كامل معاه وتشوف نفسك هتقدر تستحمل الكارير ده ولا لا، بكل مزاياه وبكل صعوبه. وده الهدف من السؤال، انت داخل المجال ده ليه؟ هو عايز يشوفك انت مجرد سمعت ان السالري كويس، سمعت ان في انسنتيف وفي فلوس زياده وفي فلوس كويسه، لكن ما تعرفش صعوبات المجال. ده في ويتنج، بنمشي في حر، بنمشي مش عارف في ايه، وهو ممكن يقول لك كده لما تقول له اليوم ظريف وبتاع، اقول لك بس في حر بقى وبتمشي كتير وبتتعب. تقول له اه طبعا يا دكتور، ما فيش وظيفه ولا شغل في راحه، كله فيه تعب، لكن في الاخر في جين انا هحصل عليه في الاخر، وفي نتيجه هتبقى كويسه ليا، اللي انا في الاخر هقدر اعمل تارجتي واحقق تارجتي، وهيبقى في انسنتيف غير مرتبي، فبالتالي هيبقى في عائد مادي، يعني يبقى مقابل لتعبي ده، ما يبقاش تعب وخلاص. فبالتالي اللي عايز ينجح ويقدر يحسن دخله وهيقدر ياخد حاجه زي الانسنتيف، عايز تعب زياده. فبالتالي انا عارف ان الشغل فيه تعب وعارف طبيعه اليوم ايه، بس انا عندي اصرار على النجاح وعندي اصرار ان انا ادخل المجال ده وعارف ان انا هنجح. طول ما انت حضرتك رايح وعندك اول حاجه برضو من جواك ان انت ثقه ان انت الوظيفه ديت انا هنجح فيها، والوظيفه دي من حقي، والانترفيو ده انا هنجح فيه، و... وانا انسب واحد للوظيفه دي، الثقه ديت هتتنقل اللي بيعمل مع حضرتك الانترفيو، وهيحس ان انت عندك ثقه في نفسك، فبالتالي هتقدر تنجح. فلازم تنقل له اليوم انا قضيته وعارف صعوباته وعارف ان انا هنجح في المجال وعارف ان انا اقدر اكمل في المجال. يعني انا باكد لك، يعني وانا من ضمن الناس ده، لو انا اي حد اكد لي في الانترفيو كده وحسيت ان هو صادق وبيتكلم على ثقه، انا ده هيديله يعني اعلى او اولويه اكبر من وسط كل الناس المتقدمين، اللي واحد يقول لك لا انا ما اعرفش والله يعني ايه تارجت، ما اعرفش يعني ايه فارمس فيدباك، ما اعرفش يعني ايه اي ام وبي ام، واحد مش عارف حاجه خالص، والتاني بقى بيقول لي تفاصيل اليوم. فده هيفرق جامد، وده هيدي فرصه لحضرتك كبيره ان حضرتك تبقى الاولويه لاي حد بيختار بين زمايله. طيب، معلش احنا يعني ايه طولنا شويه في اجابه السؤال ده، لان ده من الاسئله المحوريه المهمه اللي هي بتفرق مع اي حد بيختار حد. على فكره لو يعني اجابتك كانت مرضيه ليه، انا باكد لك ان هو كده انت قطعت 90% من ثقته ان هيختار. طيب نيجي بعد كده السؤال اللي بعد كده، فكره ايه نقاط قوتك ونقاط ضعفك. طبعا احنا كلنا شطار في نقطه ايه نقاط قوتك، احنا كلنا 10 على 10، كلنا 100 فل و10، كلنا يعني يقول عليه شمعة منورة. لكن الفكرة في نقطة ضعفك هي اللي بتبقى مشكلة عندك. أنا محتار، أنا مش عايز أقول له نقطة ضعفي فيلاقيني مش مناسب للشغل، وفي نفس الوقت عايز أرد على سؤاله، فهنجاوب على السؤال. خلينا الأول في إيه نقطة قوتك أو إيه نقاط قوتك، فالحاجات اللي إحنا متعودين برضه نقولها يعني، ودي برضه يعني لازم تقولها وأنت واثق من الحاجات دي، ولازم تبقى أنت برضه يعني شغال على الحاجات دي. اللي أنا عندي إصرار على النجاح، أنا شخص صبور، انا شخص مرتب ومنظم، انا شخص لو اي حد اداني تارجت او حاجه بيبقى عندي اصرار ان انا انجح فيه واحققه، انا بعرف ارتب يومي كويس، لو في مثلا حاجه مطلوبه مني انا بعرف ارتبها وتبقى قدامي عشان ما انساهاش، واعرف ازاي اوصل للحاجه اللي مطلوبه مني، وبجانب اللي انا اجتماعي، وبالتالي ده هيساعدني ان انا اقدر اعمل ريليشن قويه في وقت قصير مع الدكاتره ومع الصيادله ومع الاسيستنت اللي هيسهلوا شغلي. فدي من المزايا بتاعتي. طيب عيبك بقى، والحته الصعبه بقى، السؤال الصعب، عيبي بقى فكره زمان كنا بنتكلموا في حته انا مشكلتي اللي انا بنسى نفسي في الشغل،
فممكن اتم اشتغل لغايه مثلا ادخل البيت الساعه 1 2 بالليل، فده بيجي على نفسي وبيجي على صحتي وبيجي على بيتي. الرد ده خلاص بقى ايه، بقى قديم ومفهوم ومعروف ومش مقبول. فاي حد بتقوله لاي حد بيقوله لاي مدير يعرف ان دي جملتين انت حافظهم وبتقولها لي وما بيبقاش مصدقينها الصراحه يعني. طيب ايه الرد الانسب؟ الرد الانسب ان حضرتك تختار اي سكيلز عند حضرتك شايفها انها ضعيفه وبالفعل خدت فيها كورس واتحسنت، بس لسه بتكمل فيها الكورس عشان تتحسن اكتر. يعني ايه؟ يعني انا يا دكتور نقطه ضعفي هو الوورد والاكسل الصراحه. انا ما كنتش اعرف حاجه فيهم وكنت ضعيف خالص فيهم، وعرفت ان الكارير يحتاج حاجه زي كده، فاشتغلت على الوورد والاكسل، وبالفعل الحمد لله انا بقيت افضل كتير فيها. ودلوقتي بعرف اعمل شيتات اكسل وبعمل فيها ايكويشن وبظبط الشيت والوورد برضو بعرف بكتب فيه، بس لسه باخد كورس وبكمله عشان ابقى افضل وافضل. انت فاهمني ليه؟ لان ما ينفعش مثلا تقول له ايه، خلاص انا بقيت احسن حاجه، خلاص قول له خلاص ده ما بقاش نقطه ضعف، قول لي بقى نقطه ضعف تاني. فانت بترمي له حته انا لسه باخد كورس، يعني لسه بتحسن اكتر، يبقى هي لسه نقطه ضعف بس بقت افضل، ما بقتش معوقه بالنسبه لي لو انت طلبت مني، وفي نفس الوقت بشتغل عليها اكتر. وانت اديته انطباع برضه اللي هو انت لوحدك بتشوف ايه اللي محتاجه الكارير وبتشتغل عليه، ودي حاجه ايجابيه برضه. فدي الرد الانسب لايه، نقاط ضعفك ونقاط قوتك. طيب هندخل بقى في السؤال الخامس. لو انت بقى ما دام انت شاطر كده بقى وقضيت يوم كامل بقى مع زميلك اللي هو في الشركه ده وشفته بقى وهو بيروح للدكاتره وبتاع، طب يا سيدي هسألك سؤال، هو سؤال طبعا صعب بس هو بيشوف مدى قوتك كده ومدى فهمك ومدى قعدتك مع زميلك كده وعرفت الدنيا يعني. طب يا سيدي انت دلوقتي داخل لدكتور وعايز تكلمه كده وتقول له كده كول بقى على البرودكت بتاعه، وعايز تبيع له كده البرودكت بتاعك، وقال لك معلش بقى يا دكتور بسرعه عشان انا مستعجل وعندي بيشنت بره. فانت بقى هتقول له بقى ايه، خلاص ماشي يا دكتور اجي لك وقت تاني، ولا هتعمل ايه؟ هترد على تقول له لا يا دكتور، ما هو يعني حته انا مستعجل، انا اتهيألي يا دكتور اغلب الدكاتره مستعجلين، فلو كل واحد قلت له هاجي لك وقت تاني يبقى انا مش داخل لحد. طيب امال هتعمل ايه؟ بص يا دكتور انا افضل حاجه في الرد ده هقول له انا يا دكتور مقدر وقت حضرتك وربنا يعين حضرتك، وانا شايف فعلا في بيشنت بره كتير، انا مش هاخد من وقت حضرتك غير دقيقه واحده بس. فهو ساعتها يقول لك ماشي يا سيدي لو على دقيقه تمام. طبعا انت اول ما تدخل للدكتور لازم تعرف نفسك، وبعد كده بتعرف شركتك، بعد كده بتبدا تكلمه على البرودكت اللي انت عايز تتكلم. فهو دلوقتي انت بتتكلم في دقيقه، فالشطاره بقى ازاي توصل في المسج في الدقيقه دي المسج اللي انت عايز توصلها، وفي نفس الوقت يحس الدكتور ان انت وصلت له حاجه مهمه، ويبقى فاهم ان انت دلوقتي البرودكت بتاعك مؤثر بالنسبه له ازاي. دي تتعمل ازاي؟ اقول لحضرتك. انت دلوقتي حضرتك هتدخل في دقيقه هتتكلم على مشكله بتقابل الدكتور دايما، بيتقال عليها بيشنت بروفايل. يعني ايه؟ يعني مثلا الدكتور دايما بيقابل، انت رايح دكتور جلديه مثلا وبيقابلوا ناس كتيره وبنات كتيره عندها مشكله في تساقط الشعر، فانت حضرتك بتعرض المشكله وبتقول له ان البرودكت بتاعك ده هو اللي هيحل المشكله، لانه في انجريدينت 1 2 3 4، ايه الحاجات اللي موجوده في البرودكت بتاعك، وتقول له يا دكتور وانا هشرح لحضرتك لو وقت حضرتك يسمح دلوقتي، هشرح لحضرتك الميكانيزم بتاع كل انجريدينت ايه هي عشان تحل المشكله دي، ولو وقت حضرتك ما يسمحش هشرح لحضرتك الميكانيزم ده المره دي. خلينا نضربه مثال عشان تفهم انا قصدي ايه. السلام عليكم يا دكتور، مع حضرتك فلان الفلاني شركه كذا، انا بس يا دكتور جاي اكلم حضرتك على لو سمحت يا دكتور انا بس عشان في بيشنت بره فهستأذنك ايه بسرعه لو سمحت. هو كده بيقطعك قبل ما تتكلم في اي حاجه. طيب هترد عليه ازاي بقى؟ اه تمام يا دكتور انا طبعا مقدر وقت حضرتك وربنا يكون في عون حضرتك، وانا شايف فعلا في بره زحمه
وانا عارف مش هاخد من وقت حضرتك غير دقيقه واحده بس. ماشي يا سيدي، لو على دقيقه سهل. ماشي يا دكتور، انا جاي اكلم حضرتك على مشكله يا دكتور هيلوس، ومشكله ان بنات كتير بتشتكي لحضرتك ان شعر منها كتير بيقع وبيطلع في المشط او في الفرش. انا عشان كده جاي يا دكتور اكلم حضرتك على برودكت كذا، البرودكت بتاعك، لان يا دكتور برودكت كذا بيحل مشكله الهير لوس، لانه بيحتوي على انجريدينت 1 2 3 4. فلو وقت حضرتك يسمح يا دكتور هشرح لحضرتك ميكانيزم الانجريدينت دي ازاي بتساعد على حل الهير لوس. كده هو عنده حل من اتنين، يا اما يبقى انترستد بكلامك وحماسك وطريقه كلامك، وصل له ان البرودكت ده هيحل له المشكله اللي هو على طول بيقابلها، فبالتالي هيقول لك طب يا دكتور ماشي اشرح لي الميكانيزم بس لو سمحت بسرعه عشان البيشنت بطل. تقول له حاضر يا دكتور، هتيجي شارح له الميكانيزم سريعا للانجريدينت، يبقى انت كده كسبت اللي انت خليته انترستد بالبرودكت بتاعك والميكانيزم شرحتها له، وتبدا تاخد بعد كده منه حاجه اسمها كوميتمنت اللي هو ايه؟ طيب اخد وعد من حضرتك يا دكتور ان اول 5 حالات يقابلوا حضرتك هير لوس حضرتك تكتب لهم برودكت كذا عشان ناخد الفيدباك من حضرتك، وانا متاكد ان الفيدباك هيعجب حضرتك. هيقول لك اه تمام ان شاء الله. طيب نوفر لحضرتك يا دكتور 5 علب تحت في الصيدليه عشان لما حضرتك تكتب تلاقيهم تحت. هقول لك اه ماشي يا باشا، يبقى انت كده خلصت البيعه ما شاء الله من اول زياره. كلمته على البرودكت، عرفت تربطه بالبيشنت بروفايل المشكله اللي عنده، هو بقى انترستد بالبرودكت، بدات تكلمه ان انت هتوفر له تحت وعايزه يكتب عشان تاخد الفيدباك، وهتبدا فعلا تعمل اوردر كده مع السيرفر. طيب لو الزياره ما مشيتش بالطريقه دي، يعني انت كلمته وبعد كده قال لك ايه؟ قال لك طب انا فعلا يا دكتور انترستد، انا عايز اعرف ازاي الميكانيزم لان فعلا المشكله دي عندي وعايز اشوف فعلا البرودكت بتاعك ده هيحل المشكله ولا لا، بس وقتي معلش ضيق، ممكن المره الجايه تفكرني انك تشرح لي الميكانيزم بتاعت انجريدينت. تمام، انت كده برضو كسبت، لان حضرتك كده خدت منه وعد ان انت هيسمعك في الميكانيزم بتاعت الانجريدينت المره الجايه، وبالتالي انت ربطت نفسك بالدكتور ان هو انترستد بالبرودكت وعايز يسمعها. هتيجي المره الجايه هتشرح له، هتكمل اللي احنا عملناه قبل كده، هتقول له برضو ان انا اوفر 5 علب تحت يا دكتور، هيقول لك كده. فكده انت وصلت المسج بتاعتك في دقيقه، وربطت المشكله اللي بتقابل الدكتور يوميا بالبرودكت بتاعك، فبدا يحس ان هو البرودكت بتاعك ده هو اللي هيحل المشكله دي. خدت وعد منه ان انت توفر في الصيدليه تحت. انت كده يعتبر زياره ناجحه 10 على 10. طيب احنا كده خلصنا اول 5 اسئله في الانترفيو واهم 5 اسئله. ان شاء الله هنكملوا باقي الاسئله اللي هتقابل حضراتكم في الفيديو التالي. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لحضراتكم،